لا تزال الفصائل التابعة لما يعرف بالجيش الوطني السوري والتابع للاحتلال التركي مستمرة بممارساتها اللا إنسانية بحق المواطنين الكرد في منطقة عفرين المحتلة. فبتاريخ 21/12/2021 اعتقلت الاستخبارات التركية وميليشيات الشرطة الأمن السياسي المواطنين علي محمد إبراهيم، محمد أحمد أيوبي، هميار محمد قليش، دليار بطال من أهالي قرية ماراتي في عفرين بتهم العلاقة مع الإدارة الذاتية السابقة، ولا يزال مصيرهم مجهولا وكانوا قد اعتقلوا في مرة سابقة. وبتاريخ 22/12/2021 داهمت ميليشيات فرقة السلطان مراد ورشة خياطة في قرية قوتا التابعة لناحية بلبلة التي يعمل فيها حوالي 50 شخصا، فانهالت عليهم بالضرب والشتائم بحجة وجود مدونات عنها في صفحة فيسبوك باسم القرية، واختطفت 9 منهم، 1 من قرية زركا وآخر من قرية قيسم و7 من قرية قوتا، حيث أفرجت عنهم مساء وأبقت على 2 من قوتا إلى جانب مختطفين سابقين من القرية ذاتها لتطلق سراح الأربعة يوم الجمعة 24/12/2021. كما توفيت صباح الخميس 23/12/2021 المواطنة زينب عبدو 61 عاما في بيتها بقرية روتا التابع لناحية ماباتا حرقا أمام موقد النار، حيث كانت مريضة وتعيش لوحدها، وكانت قد اعتقلت مع زوجها عثمان مجيد نعسان و3 من أبنائها وزوجتي 2 منهم مع طفلتيهما في 7 حزيران 2020 من قبل الشرطة العسكرية في عفرين والاستخبارات التركية بتهم ملفقة، وأطلق سراحها أواسط شهر تموز الماضي من سجن ماراتي عفرين بسبب المرض، بينما البقية لا زالوا مجهولي المصير سوى زليخة وليد عمر إحدى الكنتين التي فقدت عقلها وأفرج عنها في أواسط آب الماضي. خرجت زينب من السجن لتجد منزلها ومنازل أبنائها في حي الأشرفية بعفرين مستحلة من قبل عناصر ميليشيات الشرطة العسكرية، فتشردت ولاقت مصيرا مؤلما. أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تصريحا صحفيا يوم أمس الثلاثاء رفضت من خلاله التصريحات الروسية والتي وصفتها باللامسؤولة وتشكل انقلابا على العملية السياسية وعلى مسار اللجنة الدستورية، كما وصفت تصريحات مبعوث الرئيس الروسي تدخلا مرفوضا في خيارات السوريين في مسار العملية السياسية. ووصف الائتلاف جهود روسيا كوسيط سياسي أنها بدون جدوى، وأن روسيا قد ارتكبت بمشاركة النظام وإيران جرائم بحق الشعب السوري. واختتم الائتلاف تصريحه الصحفي بالقول: نؤكد على رفض هذه التصريحات اللامسؤولة والتي تشكل انقلابا على العملية السياسية وعلى مسار اللجنة الدستورية بالأخص، ونطالب بموقف دولي واضح حيال هذا العبث الروسي الذي يهدد العملية السياسية برمتها. إن موقف الشعب السوري واضح بشأن ضرورة محاسبة مجرمي الحرب، وفي مقدمتهم رأس النظام، وعلى من يحلم ببقاء مجرم الحرب بشار في السلطة أو بأي دور له في مستقبل سوريا أن يستفيق من وهمه. وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسوريا ألكسندر لافرنتييف قد دعا في تصريح الائتلاف السوري إلى التخلي عن مطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد. وقال المسؤول الروسي في تصريحات لوكالة تاس الروسية للأنباء الاثنين إن من يسعى إلى وضع دستور جديد لتغيير صلاحيات الرئيس السوري ومن أجل محاولة تغيير السلطة في دمشق فهذا طريق نحو اللامكان، وعلى المعارضة تقديم مقترحات محددة وملموسة وعدم القول أنه لا يمكن إحراز تقدم أثناء وجود بشار الأسد في السلطة. هذا نهج غير بناء ومرفوض. هاجم رجل تركي مكتب حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا وهدد بقتل كل من فيه قبل إصابة شخص بسكين، وذلك في منطقة بهتشلي إيفلر في إسطنبول.
ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه هذا العام بعد الهجوم الذي قام به شخص في شهر حزيران الماضي، والذي أطلق الرصاص على موظفة وعضوة في الحزب في مدينة إزمير غرب تركيا، مما أدى إلى فقدانها لحياتها. وتعرض حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أكبر حزب في تركيا لضغوط سياسية كبيرة في الفترة الأخيرة في ظل دعوة القوميين حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان لحظره بسبب مزاعم عن صلته بمقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الحزب الكردي الوحيد في البرلمان، وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7% من الأصوات بمجموع 67 نائبا برلمانيا، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء وطرد البرلمان لآخرين انخفض عدد النواب إلى 55 نائبا من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي. شهدت شوارع مدينة إيبي شرق إسبانيا احتفالا يعرف بالقديسين الأبرياء، وهو مهرجان تقليدي يبدأ كل عام في 28 من شهر كانون الثاني ويستمر يوما واحدا. يقوم فيه السكان بالتراشق بالدقيق والبيض، ويعد أهم مظاهر فصل الشتاء التقليدية في المدينة. ويرجع المهرجان هذا لأكثر من 200 عام، ويهدف إلى جمع ضرائب رمزية بصورة ساخرة لتوزع بعد ذلك على أعمال خيرية. وينقسم سكان مدينة إيبي الإسبانية إلى مجموعتين: مجموعة تستخدم الطحين كتعبير لمحاولة السيطرة على المدينة بشكل رمزي، والمعارضة التي تستخدم البيض وتهدف إلى استعادة النظام. تبدأ الانتفاضة في الصباح مع سيطرة الطحين على مبنى البلدية والإعلان عن نظام وقوانين جديدة. تنتقل المجموعتان بعد ذلك إلى الساحة المحلية مستخدمين إمدادا غير محدود من البيض والدقيق، ولا يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يصبح كل شخص أبيضا مبللا بالطحين والبيض من أجل تلبيس الزي العسكري. أعلن موقع DW الألماني أمس الثلاثاء انضمام 8 ولايات ألمانية إلى تطبيق قيود أكثر تشديدا لمواجهة تفشي وباء كورونا، خاصة مع انتشار متحور أوميكرون. ويأتي ذلك غداة خروج مظاهرات في عدة ولايات احتجاجا على قيود مكافحة الوباء وضد خطط فرض التطعيم بشكل إلزامي. وبدأت 8 ولايات ألمانية أمس الثلاثاء تطبيق قيود أكثر صرامة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وسط موجة متصاعدة من الإصابات، سيما في ظل انتشار المتحور الجديد أوميكرون. وتنضم هذه الولايات إلى الولايات الأخرى التي سبق لها فرض قيود متشابهة. وسيواجه الأشخاص الذين يعيشون في ولايات بافاريا وبرلين وهيسن وشمال الراين وستافاليا وسارلاند وساكسونيا وشليسفيغ هولشتاين وتورينغن قيودا جديدة على الاتصال البدني. وهناك تدابير مماثلة في معظم أنحاء البلاد، حيث تسعى السلطات الصحية إلى منع انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون الأكثر قابلية للانتشار. واحتجاجا على التدابير التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، استمرت المظاهرات الاحتجاجية في عدة مدن وولايات ألمانية، وأيضا للاعتراض على الخطط الرامية إلى فرض التطعيم بشكل إلزامي.